السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ بدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا أخ بدير جاءني رجل شاب وقال لي أنا من طرف بدير وهو في مشكلة، هل أحلها له ولا لم أحلها له؟ شنكلة نهون دوة. واحد قال لي إنه اسمه إبراهيم من السرون وهو يشتغل هنا في الإمارات وما معهوش فلوس وعايزني أديله فلوس وأحجز له تذكرة ليأتي مصرا. قلت له تعرف بدير؟ فقال لي نعم إنه من بلدنا. إبراهيم إيه؟ إبراهيم الشافعي. لأة ما تدوس لحدة حاجة. لماذا يا أخ بدير؟ أنا أعرف أنك تفعل الخير وما بتستناش له جزاء. أصلنا هواتن منش عارفينهن منش مانوش عارفتهن نون. هو قال لي ان الاخ بدير يعرفني، قلت له خليه يتصل بيا. اما ما تدلونه من تنوش تدلوهن حاجة الا مناني اشوفهن ابن منن. طيب اليوم تبحث عن عائلة الشافعي، تسأل في السرون، وإن كان هذا مضبوطة كلامته فسوف أعطيه تذكرة طيارة و1000 جنيه ليروحون. لا ما تدلونوش حاجة اللي مش عارفتن الشريفيتن ديتي ما شافوهم. اما هروحن اما روحن عرف لكم اسمه ديواني ولا لأة. طيب أخ بدير، عندما هو سوف يأتي إلي في 9 مساء، عندما يأتي إلي سوف أتصل بك وتحدثه أنت حتى تعرف من أين هو. أي والله أحسنية يعني أحسنية، لأن ممكن يكون هذا نصاب. أيوة دية كنت أقول هاتن بس أنا مانيش فكرتها هاتن. أنت فين الوقت؟ أنا